من المرتقب أن يعرف الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي ابتداء من فاتح شتنبر المقبل زيادة بنسبة مئوية، وذلك تنفيذا لمقتضيات الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات بتاريخ 30 أبريل 2022. وذكرت الأحداث المغربية أن الاتفاق الذي نص على زيادة عامة بنسبة 10% موزعة على دفعتين، الأولى تم تفعيلها في شتنبر الماضي سيرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 3111.58 درهم، بعد أن أفضت دفعة الزيادة الأولى في الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة إلى نقل الأجر من 14.81 درهم في الساعة إلى 15.55 في الساعة، قبل أن ينتقل اعتبارا من شتنبر 2023 إلى 16.29 درهم، حيث قفزت من 2828.72 درهم في الشهر إلى 2970.14 درهم ثم 3111.58 درهم. هذا وينتظر أن تصادق الحكومة في أول اجتماع لها بعد العطلة السنوية على مرسوم ينظم الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجر تم إصداره بالجريدة الرسمية، لتدخل بعد ذلك الزيادة حيز التطبيق، وجرى تحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة. فضلا منكم وليس أمرا مني، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.